بعد ما فرحنا بتعادل الاهلي، بيراميدز نجح ان هو ينكد علينا كالعاده. للاسف بيراميدز خسر النهارده 2-1 من مودرن فيوتشر. خلينا ندخل في الماتش على طول. الشوط الاول الفريق بيعتمد على محمد الشيبي في ان هو يلعب كور قطريه في منطقه الجزاء. عبد الرحمن مجدي للاسف تحركاته كلها غلط، فكان بيضيق اللعب على محمد الشيبي. مودرن سبورت كان مخلي محمد ممدوح المهاجم الثاني اللي بيلعب جنبه حسام حسن يبقى على الناحيه الشمال، فكان دايما بيضيق المساحه على محمد الشيبي، فكان الكوره كانت صعبه تطلع من الناحيه اليمين. فكان الحل ايه؟ ان محمد الشيبي نفسه كان بيدخل يقطم جوه في نص الملعب، ونجح في كده في ان هو بيلعب كور كانت ساقطه كده على منطقه الجزاء زي الكره الاولانيه دي. هو هنا لعبها لفيستون مايلي، ومايلي للاسف اتصرف معاها بشكل مش كويس. الكره اللي بعدها برده نفس القصه. هنا اهو محمد الشيبي دخل في العمق وحاول يعني طولت منه شويه وحاول ان هو يسدد، لكن خبطت في لاعب وطلعت فوق العارضه. برده بعدها الكوره دي برده نفس القصه، ودي للاسف يعني وليد الكارتي بدل ما يحطها في الجون بيلعبها بالعرض بمنتهى الغرابه، يعني بمنتهى الغرابه. تيجي بعد كده بقى ايه للقطات الكوميديه. بص كده معايا، اللقطه دي حلوه خالص. هنا بقى ايه محمد شيكا اللاعب بتاع، او عبد الرحمن شيكا اللاعب مودرن سبورت، كان على الجنب وبيقطم لجوه عشان يشوط ار2 زي ما يعني اي حد بيتفرج على الكوره شايف ان دي الصوره الواضحه. هنا ابراهيم بلاتي توريه ومهند لاشين واحمد سامي الثلاثه ما فيش اي حد فيهم عايز يقفل على التسديده، بيقولوا له اتفضل شوط، وفعلا اتشاطت في منتهى الخطوره وعدت جنب العرض. تعالى بقى على اللقطه يعني ايه الاكثر كوميديه. ضربه مرمى بتتلعب لمودرن سبورت، المفروض ان في لاعب بينط عشان ياخد الكوره، تمام، واللاعب الثاني يبقى واقف وراه بحيث لو الكوره طبت. هنا بقى الاثنين نطوا على بعض من الاخر كده، انا مش فاهم ليه. يعني انت عايز تاخد الكوره من زميلك ولا عايز تاخدها من مين؟ انا مش فاهم. تمام. تيجي بقى برضو للقطه دي، الكوره اتلعبت بالعرض وعدت من كل مدافعين فيوتشر واثنين مهاجمين من بيراميدز في منطقه الجزاء والكوره معاهم، والكوره في ارتفاع كويس خالص وبيحطوها بره. كوميديا، ده اللي بيحصل ده كوميديا كوميديا. كده سريعا عن تقييمات اللاعبين مع احمد الشناوي. الهدف الاول سهل جدا، كان يربط مع الشيبي ما ربطوش مع بعض. كره خايبه قوي، يعني عيب عيب، ايه ده؟ كره خايبه قوي انها تدخل جول في فريق واخد دوري ابطال افريقيا، عيب يعني. تمام. احمد سامي زفت سيء جدا. محمود مرعي يعني سيء النهارده برضه، بس برضه يعني اهو. محمد حمدي سيء جدا. كريم حافظ لما نزل كان نشيط وحلو، يعني كريم حافظ كان حلو. محمد الشيبي يعني انا الوم عليه في لقطه الهدف الاول وفي لقطه الطرد طبعا، لان احنا اتحرمنا منه في ماتش الاهلي اللي هو يعني يعتبر اهم ماتش في الموسم، فالدنيا بقت صعبه، فانت بتصعبها علينا الماتش ده والماتش اللي جاي. تمام. مهند لاشين كويس قوي، وانا مش فاهم برضو المدرب خرجه ليه. يعني انا عندي 3 لعيبه في نص الملعب، احسن واحد فيهم مهند لاشين، بروح اخرجه. طب كويس والله، شاطر شاطر، شكرا شكرا، شاطر يا عم ورتتش. تمام. ابراهيم بولات توريه سيء. الكارتي يعني الفينش بتاعه مش حلو خالص. فيستون مايلي سيء جدا والمفروض يمشي خلاص يعني. ايفرتون دا سيلفا يعني مش اللي هو يعني مش الجناح اللي بيكسر الدنيا. عبد الرحمن مجدي سيء جدا. محمود زلاكا يعني كويس، محمود زلاكا كويس. زيكو برضو كويس، زيكو كويس. مروان حمدي بيتحرك كويس، يعني بيتحرك صح وبيروح صح وكل حاجه، لكن الفينش ما هو في كورتين جول المفروض يجوا جوان، يعني عيب، ايه ده؟ الفريق محتاج يعني محتاج صفقات كتير ومحتاج تدعيمات، وفي لعيبه لازم بره المفروض تشارك يعني. ما هو اللي بيلعب ده مش بيفيد، ما نزل اوباما ونزل قطه ولاعب العيال دي يمكن تفيد، ما هو مش ممكن يعني.